بغض النظر هو من فين، بلاد القوقاز أو الحجاز، المهم عنده حلم إنه كان مجتهد وبيلعب جمباز، وراح اشتغل في السيرك وعمال يعمل في شقلباز، ولكن لسوء الحظ وقع من فوق على رجله وبقى يمشي على عكاز. وكمان طلعوا عليه جماعة قالوا له يا تسيب حلمك وتيأس يا هنولع فيك وفي بيتك الجاز. ايه ده ايه اللي بيتقال وبيحصل ده؟ القصد يعني مضمون الفيديو والكلام ان حلمنا نكمل فيه بلا ادنى تردد ولا هوادة مهما كانت العقبات والثمن والصعاب، ولكن بيقابلنا حاجات في سكتنا توقفنا، تلجمنا، ايا كان بقى تهديد، عقبات، ولكن نقبل ونستسلم، ونعمل حاجة عكس رغبتنا. وربنا سبحانه وتعالى ما قالش أصلا إن احنا نقبل بالغلط، فنكمل مهما كان الثمن ونقول يا رب كن لنا عونا ونصيرا، واخبط الظالمين في الظالمين وخرج منهم سالمين، واسترها علينا جميعا يا رب. شكرا لكم، وقولوا امين.